استبعاد من مرشح دون آخر، تعتقد أن السلطة القضائية هي من لديها ازدواجية في التعامل مع مرشح دون آخر، أم الكتل السياسية التي تسيطر على السلطة القضائية؟ هنالك يعني تأثير على القضاء، وهنالك محسوبيات وهنالك قرابات في الموضوع. أنا أحترم القضاء، ولكن هنالك كواليس لا يعلمها المواطن العراقي. هنالك كتل سياسية تقدم تقارير وتقدم معلومات للقضاء، وعلى أساسها يعني يتحرك القضاء. المحكمة الاتحادية يعني في العراق أن القضاء مسيس نوعا ما في العراق؟ فيه نسبة، نعم فيه نسبة من التسييس، وهذا يعني بحكم يعني ما لاحظناه. يعني هنالك تأثير، يعني أنا يعني نوعا ما أبتعد هذا عن الكلام قضية مجرد أنه مسيس. التداول الإعلامي أم لديك أدلة تثبت بأن القضاء العراقي مسيس؟ لا، هو أنا قلت لك قبل مداخلتك أستاذ خاون بأنه أنا لا أحبذ كلمة أن القضاء مسيس، أحبذ أنه أقول أنه عليه تأثير في جانب من جوانبه، لأنه أن نتهم القضاء مسيس هذه كارثة يعني كبيرة جدا، ولكن فيه تأثير على جوانب من جوانبه. المشكلة أنه هنا دور جهاز الادعاء العام مغيب، أو هو مغيب نفسه، لأنه هو الذي من المفروض أن يفتح هذه القضايا مجهولة الفاعل، والقضايا يعني مذكرات إلقاء القبض وغيرها، وخصوصا في القضايا الجنائية مثلا، لأنه القضايا الإرهابية، إرهاب 4 إرهاب وغيرها، يحكمها قانون، وقانون موجود وأقرته الجمعية الوطنية لعام 2005. ولكن هنالك قضايا لابد أنه نفس جهاز الادعاء العام يكلف مدعين، وهم الذين يذهبون إلى هذه القضايا ويناقشونها بدقة ومن وقت مبكر، وليس أن تحصر في ما قبل الانتخابات. وهنا جهاز الادعاء العام دوره أوسع من قضية الانتخابات، وإنما لابد أن يكون يعني خلية متكاملة تعمل ليلا نهار على مدار الأيام، يعني وليس في وقت معين تنشط، وأن تدقق في الوثائق، لأن الفبركة في الوثائق وصلت إلى مستوى عالي جدا في العراق، بأنه حتى إذا لاحظتم في قضية قانون التقاعد الموحد الذي أقر، هنالك يعني تواقيع مثلا زورت، هنالك وثائق تمت فبركتها وتعرض في وسائل الإعلام شكل، وفي وسائل أخرى شكل آخر، فالمفروض أن تكون هناك دراسة دقيقة عن هذا الموضوع. إذا كان